السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنرى بحول الله تبارك وتعالى بعض الآداب التي يستحب للمضحي أن يتأدب بها. أولا، الإحسان إلى الحيوان. من الإحسان أن يختار آلة حادة حتى لا يعذب بها الحيوان، والله عز وجل يحب المحسنين، حيث قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثانيا، الرفق بالحيوان. من الرفق بالحيوان أن لا يشحذ السكين وهي تنظر إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها. ثالثا، ويستحب للمضحي أن يضحي بيده إن تيسر له ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن ينيب عنه مسلما إن لم يتيسر له ذلك. رابعا، ويجوز للمرأة المسلمة أن تذبح أضحيتها بيدها إن استطاعت، وذلك أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوها. خامسا، استحباب استقبال القبلة بالذبيحة، فيستحب استقبال القبلة بالذبيحة حيث يضجعها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن ليكون أسهل للذابح. فعن جابر رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين يوم العيد، فقال حين وجهها، أي وجهها إلى القبلة. سادسا، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبله منا. وإن كان موكلا يقول: اللهم تقبله من فلان. سابعا، ومن السنة أن لا يأكل المضحي شيئا حتى يأكل من أضحيته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من أضحيته. ثامنا، أن لا يعطي الجازر منها شيئا، بل يعطيه أجرته من غيرها، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، فقال: نحن نعطيه من عندنا. تاسعا، ولا يجوز أن يبيع شيئا منها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. هذه بعض الآداب التي يستحسن أن يتأدب بها المضحي، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا على الأمة الإسلامية، وأن يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.